تعالوا نشوف مع بعض اخر لمسات سوتاك في فيلا بيراميدز. احنا هنا كده مع بعض اول ما بنخش على طول في الدور الارضي في الفيلا اللي احنا شايفينها كده. وهنا العميل كان حابب ان هو يجدد العفش بتاعه وما يعملش عفش جديد وياخد كل العفش بتاعه، وعملنا في الضلع دوت البانوهات اللي احنا شايفينها دي. البانوهات بتدي طبع كلاسيك او نيو كلاسيك وشكله شيك. الميزه بتاعتها ان هي ما بتقدمش مع الوقت، فطبعا هنا كده الجزء ده بتاع السفره متوصل مع البانوهات اللي في الوش اللي احنا شايفينها دي، والجزء بتاع الانتريه مع البانوهات الجزء الضلع الثاني. وعشان ندي شياكه للمكان عملنا الوزره المخفيه اللي احنا شايفينها دي مع البروفايل ليد. وهنا واحنا طالعين من الدور الارضي للدور الاول عملنا فاصل بشكل التجليده ديت، والدهن بنفس لون الدهان بتاعنا. وبعد كده عملنا البانوهات عشان الدور الكلاسيك او النيو كلاسيك بتاعنا يبقى مكمل لحد السلم، واستخدمنا فيه الاباليج اللطيفه دي. احنا الاوض هنا عندنا ان السقف فيه ميول، فاحنا حبينا ان احنا نستفيد من الميول دي في الشكل بتاعها زي ما احنا شايفين كده. فاستخدمنا سيبنا السقف على وضعه واستخدمنا الاضاءه اللي احنا شايفينها بالشكل ده. بعد كده عملنا هنا ورق الحائط، وطبعا هيكون الورق الحائط ده في ظهر السرير، وهنا هيكون الدولاب. وبكده نكون خلصنا مشروعنا في فيلا بيراميدز. لو عايز تشطب فيلتك اتواصل معانا دلوقتي.